السلام عليكم. اولا كده مش طالع ادافع عن رمضان صبحي خالص، انا بس عندي حاجات عايز اقولها لكم واشوف انا اللي صح ولا هم اللي صح ولا مين اللي صح بالظبط. نادي الزمالك بيعمل اللي هو عايزه في اي وقت، صحيح ما اتحاد الكوره بتاعهم والوزير وزيرهم وكله تحت السيطره والكل بيساعد، وسيبك بقى من نظريه المؤامره عشان دي الشماعه اللي بيداري فيها بلاويهم، واول بلاويهم انهم دمروا رمضان صبحي لانه ما رضيش يمضي لهم. تاني حاجه لغوشوا على التصرف الغير لائق اللي عمله وزيرهم اللي نشر صوره ليه ولاحمد رفعت اللي المفروض مريض وجوه العنايه المركزه وفي حاله حرجه، ومع ذلك ما رعاش ظروفه الصحيه وعمل اللي في دماغه، وراحوا معاه وفد من جميع القنوات. كل اللي اتعمل ده ملوش اي لازمه لانك رايح تزور مريض مش رايح زفه، وعشان يغطوا على البلوه اللي اتعملت راح اعلام الزريبه من امبارح شغال نباح وصياح والحقوا رمضان صبحي بياخد منشطات والدنيا ولعت في ثانيه. وعشان هم اعلام زريبه وحافظ مش فاهم وبتقدم لهم سكريبت مكتوب يقولوا اللي فيه العينه اللي خدوها من رمضان صبحي دي نتيجتها من شهر 8 اللي فات، اشمعنى بقى السيره دي تتفتح دلوقتي؟ ما هي معاكم من شهر 8 اللي فات، اتفتح ليه الحوار؟ وجواب الايقاف في اتحاد الكوره من فتره، لكن الجواب طلع وقت العوز عشان يغطوا على اللي عمل وزيرهم اللي مدلعهم ومهنيهم وبيعمل لهم اللي على مزاجهم. السيناريو بتاع رمضان كالاتي: في 8 اللي فات قبل فتح باب الانتقالات الزمالك اتفاوض مع رمضان ورمضان رفض واعتذر وقال ان عيلتي كلها اهلاويه وما ينفعش العب للزمالك، واعتذر بكل ادب واحترام، والزمالك كان رده لو ما لعبتش للزمالك هنبطلك كوره. وبالفعل بعدها اتحاد الزمالك ووزيرهم بعتوا لجنه من مكافحه المنشطات اثناء تمرينه لنادي بيراميدز. تخيل، والله دخلوا التمرينه شغاله من غير اي تحديد مواعيد من غير اي حاجه، وراحوا قايلين لاداره بيراميدز ان في تفتيش مفاجئ. فكان رد اداره بيراميدز: هل رحتوا الزمالك والاهلي والنوادي الكبيره ولا احنا بس؟ رد مقنع بصراحه. وكان رد اللجنه دي اللي هي رايحه اصلا من طرف اتحاد الكوره ووزيرهم السكوت، محدش رد. ومن دون اللعيبه بقى يقوموا مختارين رمضان صبحي فقط، ما خدوش اي حد تاني. قالوا رمضان تعالى، فرمضان راح معاهم بكل شياكه واخدوا العينه منه في شهر 8 اللي فات، يعني تقريبا من 8 شهور. ايه بقى اللي يخلي حاجه زي كده مستخبيه الفتره دي كلها؟ لو فعلا بياخد منشطات كنت قلتوا الكلام ده من وقتها، اما غير كده كنت هتعملوا بلوه كبيره، وهي انكم هتغطوا على رمضان في حين ان هو يستسلم ويمضي للزمالك، يا اما نبيعه ونخليه يبطل كوره فعلا. صحيح نسيت ان انتوا بتحبوا تخبوا الجوابات في الادراج، زي جواب كهربا كده اللي اتمضى للزمالك بعد سنتين من ركنه في الدرج. المهم الايام ديت راحوا مطلعين الجواب بتاع رمضان صبحي للجنه الدوليه واضح، وانهم يعني عملوا تحليل للاعب اسمه رمضان صبحي ولقينا عنده انه بياخد منشطات. راحت اللجنه الدوليه واضح بعتت خطاب لاتحاد الكره المصري ان احنا جالنا جواب من اللجنه المصريه بيقول ان لاعب اسمه رمضان صبحي بياخد منشطات. راح اتحاد الكوره خبى الجواب من اسبوع، وطبعا سابوه لحد ما يجي له عوزه، ما هم بيحبوا يخبوا الجوابات لحد ما يجي لها عوزه، والعوزه جت لما حبوا يغطوا على وزيرهم اللي بيحبوه واللي بيعمل لهم كل حاجه، وعشان يحاولوا يقفوا جنبه في اللي هو عمله في العنايه المركزه مع لاعب مريض المفروض ان هو رايح يزوره، راحوا فاتحين في سيره رمضان صبحي علشان الكوره في مصر ما يبقاش وراها غير رمضان صبحي وينسى اللي عمله وزيرهم. راح جمال علام طالع على الهوا مع محمد الليثي وراح قايل ان رمضان صبحي بياخد منشطات. الكلام ما عجبش نادي بيراميدز، خصوصا بعد ما مضى رمضان صبحي معاهم 3 سنين، فقدموا شكوى في اتحاد الكره المصري انهم خبوا الجواب قبل ما يجددوا رمضان صبحي. يقوم ظهر في الصوره رمضان صبحي ويحب يدافع عن نفسه وقال ان في عينه ثانيه المفروض بتتاخد علشان اثبت براءتي واثبت ان فعلا ما باخدش منشطات، وقال كمان اتمنى ان العينه الثانيه تكون على ايد ناس بتخاف ربنا. معنى كده ان هو حاسس بالظلم، وما اعتقدش لاعب عنده 26 سنه يكون بياخد منشطات. غريبه دي. واتمنى ان رمضان صبحي يفضحهم ويعمل العينه دي في معمل يكون معروف وليه اسمه علشان ما حدش يقدر يزور في العينه، عشان هو لو ما عملش كده فعلا اتحاد الزمالك ونادي الزمالك هيبطلوه كوره زي ما كانوا عايزين يعملوا مع كهربا، وما كانش فارق معاهم خالص الظروف اللي هو عدى فيها. المهم نادي الزمالك يبقى بخير واي حد يموت. لازم رمضان صبحي يكون قوي ما يضعفش ويقف قدامهم ويقف مع نفسه وقفه رجوله علشان ما يضيعش في الرجلين. يا ترى اتحاد الكوره المصري ناوي يعمل ايه تاني؟ ويا ترى هتودوا الكوره المصريه فين؟ وامتى هنشوف الكوره المصريه متقدمه زي الدول التانيه؟ دي السعوديه اللي ما كانش فيها كوره اصلا وكان معظم المدربين من مصر دلوقتي بقت في حته تاني. السعوديه السنه الجايه ولا السنه اللي بعدها بالكتير قوي هتكون بتنافس الدوري الانجليزي ونسبه مشاهداتها هتعدي الدوري الانجليزي، وممكن كمان يبقى احسن دوري في العالم. السنغال اللي ما كانش عندها اي نظام ولا اي حاجه دلوقتي بقت في حته تاني. المغرب شوفوا فوزي لقجع عامل ايه، في الجزائر، في تونس، في كل الدول الا مصر بسبب اتحاد الكوره المصري. سلام عليكم.